عرف سانجوك بما حدث لدي يونج، وذهب إليها بسرعة لكي يطمئن على دي يونج ولم يجدها. ذهبت دي يونج وأبيها لإحدى المعابد، وقال لها جوم يونج: سوف أذهب بعيدا عن البلاد، وأعطى لها مال لكي تؤسس تجارتها الخاصة. فقالت له: أنا لن أتركك، سوف آتي معك، وكذلك مساعدها وحارسها الخاص. وذهبوا جميعا. وعندما عرف سانجوك أنها في أحد المعابد ذهب إليها، فقال له حارس المعبد: لقد ذهبوا جميعا بعيدا عن البلاد. وبعد فترة تزوج سانجوك وميغيو. وتزوج بوكيتا بتويا. وبعد مرور سنة ولدت تويا ولد، وفرح بوكيتا جدا. ظهر شخص غريب يريد العمل مع سانجوك، وكان يلح في العمل معه بأي طريقة. اسمها هونج دايسو. وقال له: سيدي، أريد أن أتعلم منك الأعمال التجارية، أرجوك اسمح لي بالعمل معك. فنظر إليه سانجوك وقد أعجب بإصراره على العمل، وقابله وقال له: لماذا تريد العمل في التجارة؟ فقال: لقد كنت أريد أن أصبح مترجم، لكن الرشوة والتمييز بين الطبقات منع عني هذا، وسمعت عنك وعن مهارتك في التجارة، فأردت أن أتعلم التجارة منك. أرجو منك أن تعطي لي فرصة وتثق بي. فقال له: حسنا، سوف أقوم بتجربتك في العمل معنا. وجعله سانجوك يقوم بحساب مبيعات محلات مانسانج من الحرير والنحاس والجنسي، ووثق به جدا وجعله مساعد له. وجاء المبعوث الحكومي لسانجوك وقال له: لقد ازدادت المجاعة بين الشعب، والوضع الاقتصادي متدهور جدا، يجب أن نجد حل لهذا. وقال له: إن تجار سونغ سانج يستغلون هذا الوضع، ويقومون بإقراض الشعب المال مقابل أراضيهم وبيوتهم، ويرشون المسؤولين الكبار في الدولة للتغاضي عن هذا. وقال لسانجوك: تعال معي إلى البيت، يريد شخص مقابلتك. وعندما ذهب معه دخلت شيين، فانصدم سانجوك فقال له: لقد أصبحت شيين زوجتي، واستعادت مكانتها النبيلة. لقد سمعت أنك من ساعدتها عندما كانت مع العبيد، وأردت أن أشكرك على هذا. ونجد دي يونج وأبيها جوم يونج يقوم باستخراج الذهب من المناجم، وكانت حالتهم المالية متدهورة. وقالت دي يونج لمساعدها: لقد مر علينا 3 شهور هنا ولم نعثر على شيء، والعمال بحاجة إلى المال، ماذا سنفعل؟ وفجأة وقع المنجم على العمال، وكانت إصابات شديدة جدا. وجاءوا العمال وقالوا لهم: لن نعمل بعد الآن، نريد نقودنا. فقالت لهم دي يونج: اذهبوا إلى بيوتكم وسوف نرسل لكم مالكم. وذهبت إلى أبيها وقالت: يجب أن نغلق هذا المنجم، حتى الآن لم نعثر على الذهب. فجأة دخل عليها حارسها وقال: لقد وجدنا ذهب بعد انهيار المنجم، وكانت قطعة كبيرة. ففرحوا جميعا جدا بهذا الاكتشاف. واستمر شيسو من معه بأخذ الأراضي وبيوت الفقراء مقابل المال. وعرف سانجوك أن أغنياء المدينة يقوموا بإخفاء الفلوس، فجاءت له فكرة أنه يقترض منهم هذا المال ويعطي لهم في إيدها بعد سنة، وسوف يأخذ هذا المال ويعطيه للفقراء، ويقوم بتسديده حين تزول المجاعة عن البلاد. وذهبوا إلى شخص غني جدا وثق بهم، وقال: سوف أعطي لكم المال ولكن بفائدة كبيرة. فقال سانجوك: حسنا، اتفقنا. وذهبوا لإحضار المال منه، كان يحتفظ به تحت الأرض وفي صناديق. وعندما رأى دايسو هذا ضحك ضحكة خبيثة، وكأنه كان ينتظر هذا المال. وذهب بالليل بدون أن يراه أحد إلى بعض الأشخاص، وقال له واحد منهم: هل استطعت كسب ثقة سانجوك؟ فقال: نعم. هل كل شيء على ما يرام؟ فقال الرجل: نعم،
انضم العديد من الأشخاص لنا وتدريب العسكريين ممتاز. بمجرد حصولك على المال اللازم من سانجوك سنكون مستعدين تماما. من هذا الشخص الذي سيورط سانجوك في المشاكل؟ انتظروني فيديو قادم إن شاء الله.